هو العقار بينزل عليه زيادة سعرية كل سنة؟ آه طبعًا، العقار طول فترة حياته بيعدّي ب3 أطوار، أول مرحلة بيمُر بيها هي مرحلة النمو السريع، دي المرحلة اللي أول ما المطوّر بيستلم الأرض يبدأ يحفر فيها لحد الاستلام، ده بيبقى في نمو سريع في السعر ساعات بيزيد بالضعف. المرحلة التانية اسمها الزيادات الثابتة، ودي لمّا المطوّر بيبدأ يسلّمك الوحدة ويبدأ يقل الinventory في المكان وتبدأ المدينة كلّها تسكن. تالت مرحلة بيعدّي بيها العقار وهي مرحلة الثبات، بيبدأ سعرها يثبت إمتى؟ لمّا يبقى المدينة وصلت لذروة سعرها وخلاص الخدمات بتاعتها اكتملت وكل حاجة، ويبدأ يظهر مدن جديدة أحسن في الخدمات وعلى فترات سداد أطول. نفهم من كده إن العقار بييجي له وقت ويبقى أصل ثابت بيحفظ قيمة فلوسك بس، مش بيبقى أصل بيجيب لك زيادات سعرية. العقار في وقت معين بيبقى الأفضل تعمل له recycling لحاجة تجيب لك عائد أفضل. لو عايز تعرف العقار بتاعك في أنهي مرحلة أو عايز تعرف تدخل على العقار في أنهي مرحلة بالضبط، ابعت لي وهنعمل استشارة. أنا نوران حسين باقدّم استشارات عن العقار.